قنبله من العيار الثقيل. وإلا قلت قنبله من العيار الثقيل هانتم غتسمعوا وتشوفوا، ولكن قنبله ديال الخير. نعيمه البدويه، الطاطا بديعه، امي زهره. اشنو اللي واقع واشنو اللي غير حال بحال واشنو اللي كيبدل الاحوال ايها الاخوه والاخوات؟ اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، يا اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. القضيه والقصه اللي غنتكلموا عليها اليوم ديال نعيمه البدويه وديال طاطا بديعه وديال امي زهره وديال سعيد ولد امي نعيمه، اللي دار واحد المجهود كبير وكبير بزاف، والكبير هو الله سبحانه وتعالى. هذا المجهود اللي كيجمع وما كيفرقش، وهذا الشيء اللي كنت كنادي به دائما، وهذا الشيء اللي كنت كنبغي دائما، وكنقول اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. سمعت دابا واحد اللقاء مباشر ديال ولد امي نعيمه البدويه، هاد سعيد اللي كيتكلموا عليه الله يسعده في الدنيا والاخره، اللي سعى للصلح ديال الام مع بناتها. سمعوني مزيان، نعيمه البدويه غتصالح او تصالحات هي وامي زهره، وغيديروا ايديهم في ايد بعضياتهم وغيمشوا بجوج ان شاء الله تعالى للعمره من اهداء سعيد ولد امي نعيمه البدويه. هاد العمره اللي غنتمناو من الله سبحانه تكون مقبوله على الجميع، ونتمناو تصفى فيها القلوب. كان كيضرني خاطر كنت كنتقطع من الداخل ديالي، وكنشوف ان نوضت العافيه في الجناب كاملين، لكن هي كيف ما قلت لكم دائما ان امي زهره راه فين ما كان الريح كيديها، امي زهره كتكون مع هذا كتسخط على الاخر، وكتكون مع الاخر كتسخط على الاخر، وغاديه الامور هكا. ولكن ما عمرنا ما تكلمنا عليها بالسوء. امي زهره اللي عندها عشرات الوليدات، 10، وسبحان الله العظيم كيف ما قالت هي ما عندي ولاد، لكن جات واحد الموجه جديده ان شاء الله تعالى، وغادي يكون فيها الخير باذن الله تعالى، غادي يكون فيها الخير للجميع. ونتمناو هاد العمره تكون مقبوله، ونتمناو علاش ابا سعيد ما تزيد طاطا بديعه تزيد تكملها معاهم وتصيفط. يعني راه طاطا بديعه اقسم بالله العلي العظيم تمرضيه مع امها، والله القسم تدير لها غير بحال مع كلمه القليل. وهادشي كنت كنشوفو بعيني انا، وهادشي كنت كنشاهدو انا، وهادشي اللي كنهضر عليه راه سافرت انا وياهم. راه غير ماش خاصك ماش خاصك ماش نجيب ليك. وطاطا بديعه كيف ما كانت الاحوال راه خصيمه على امها وعلى اي واحد كان معاها. اذا اخواني اخواتي، الموضوع اللي غنتكلموا عليه اليوم هو الصلح ما بين امي زهره وبنياتها ووليداتها. وحتى كمال كنسمع انه فرحان وانه ناشط وانه بخير وعلى خير من الام تصالحات مع بناتها. لكن حنا دائما غنرجعوا ونقولوا شكون كان السبب في هذه الجرائم، ولكن حنا كاع السبب ما عندنا ما نديروا به. كنتمنى وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابه. كنتمنى انها تصلح يعم، رغم انه كان جرح كبير بين العائله، وكان كلام كثير ما يمكنش يتنسى، وكاين سجن المده لحد الان ما يفوق 3 أشهر. كيفاش غينساو هاد الناس وكيفاش غادي يسامحوا؟ كيف ما قالت نعيمه البدويه، السماحه كانت قبل ما يدخلوا وليداتي للحبس، اما ملي دخلوا سرحوا رجليهم ولفوا. راه الصعيبه هي ديك الدخله الاولى. لكن كنترجاو الله سبحانه وتعالى انه يكون في قدره واللطف، وانهم يدخلوا ويساهموا ويساعدوا ويحاولوا يجمعوا ما يفرقوش. عثمان غرك الشيطان، عثمان وتبعتي جلاله بالنافخ، وعيط ليك قبل ما تنوض الصداع وقبل ما تنوض المضاربه. واسمع عثمان، وعيط ليك النهار اللي ضاربتو، وكنقول لك السي عثمان وانت هادشي وصلتوا ليه، وانتم اش هادشي درتو، وهادشي اللي درتو راه صعيب، وهادشي اللي درتو راه خايب، وهادشي درتي فيا دوره شيطانيه، وقلتي لي انت ترضى بناتك يضربوا بحالك وترضى مرضك يضربوا بحالك. قلت لك ما نرضاش ان بنتي ولا مراتي يخرجوا ويتعاطاو مع عائلاتهم في اليوتيوب.
عثمان وليتي جفاف في اليوتيوب. فتيحه كان عندك واحد القدر واحد القيمه كبيره عندي، وانا دائما كنهضر عليك باحترام، انا ما كنضرب حتى في شي واحد، ولكن كنقول يا اسفاه، يا اسف على الدم اللي غلا، اللي رخاص، كل شيء غلا الا الدم رخاص. الفاتحه نتمناو ما ديرش عرقله لهذا الصلح. عثمان رد بالك، راه غير عجاجه وناضت، راه بردات وكتشوف ان المشاهدات مشاو ليكم وكتشوف. لكن مهما كانت الانتصارات اللي درتي، كيفاش غتقابل هذا المجتمع اللي حطيتي ليه الزوجه ديالك بالملابس الداخليه اولا بالكيلوط الكحل؟ كل شيء شاف وكل شيء عرف وكل شيء عارف اشنو كاين في الخبايا. السوشيال ميديا كامله عرفات شنو الحاجه اللي تمحي هاد الاثار اللي درتي. الضرب فات ومشى، ولكن الاثار العري والاباحيه اللي تنشرات لمراتك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما كندمش، ولكن كننبهك وكنقول لك عتق وحاول تحاصر لقيت شي ما تحاصر في هذا الخصوم وفي هذا الجرم الكبير اللي وقع. بالصريح العباره كنتو بادين نتوما فاتحه، انت 5 اشهر وكضرب في الاعراض ديال بنات اختك، كتقول لنا حقا كانوا كيديروا ليا في الخاص، اعطيهم انت وواطيهم في الخاص ودبروا روسكم حياتكم هذيك وعيشوا الحياه ديالكم. وعارفه العافيه شاعله والعافيه نايضه، ورغم ذلك مشيتي مالهم واش بغا يديروا اجي نمشي نحكوا لهم زنافرهم على الارض. هما ناس عروبيين، الناس ما لاقين ما يديروا، ما عارفين ما يديروا، ما عارفينش يتصرفوا، ما عرفوش العواقب. لان الواحد ملي كتشوف وحده كتشوف ان وحده كتقول لها انتيا جيتي عند الراجل جيتي هجاله، انتيا جيتي عند الراجل جيتي حامله، انتيا وانتيا كتحرمي حتى دوك الوليدات. الذاكره ديال الناس راه ما كتمحاش، والذاكره ديال الناس ما كتنساش، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نتمناو من الله سبحانه وتعالى انه ينزل في قدره واللطف، وحتى شي حاجه ما مستحيله ان الصلح ممكن يكون، وعلى الاقل كل واحد يشط قاره، او على الاقل عثمان وفاتحه يرجعوا للطريق الصواب ويقولوا حتى حنا ظلمنا في واحد الوقيته، حنا تعدينا في واحد الوقيته، سيروا ديروا الثلاثه غير بحدكم، ما تكون لا بديعه ولا بديع ولا والو، وما كاينش اللي غادي يأذيكم. راه كل الاحتمالات كاينه وكل الاحتمالات واقفه، وكل الاحتمالات انك حتى التعتمل ممكن تهبط. راه ما يمكنش تقول لا ديك الشهاده الطبيه اللي عندهم هما ما مزياناش وانا عندي مزيانه. وزاره الصحه اللي كاينه عندنا في المغرب كامل، واطباء محلفون نفس التخرج ونفس القوانين كتسري عليهم جميعا. ما تقولش لا حقا لا غنطعن لا حقا لا حقا، صعيب. ولكن نتمناو انه تاخذكم واحد الحميه وواحد الغيره وتقربوا هذه العائله، وبركه من التشتيت. راه كلشي باغي غير يطلع عليكم، وراهم طلعوا دله ورجليهم. والنهايه شنو هي سي عثمان؟ اشنو النهايه اللي كاينه حاليا؟ اشنو النتيجه اللي خرجتي بها حاليا؟ انا ما كنعني حتى شي واحد وما كنقصد حتى شي واحد، ولكن اللي جات قدو التفصيله بالصحه والراحه يلبسها وبخاطره. اذا اخواني اخواتي، نتمناو الدعم ديالكم، نتمناو اللايك ديالكم والبارطاج ديالكم فضلا وليس امرا ايها الاخوه والاخوات. بكل محبه وتقدير اخوي كنشكركم على حسن المتابعه ديالكم وعلى الدعم ديالكم. الى اللقاء في فيديو قادم او لايف قادم باذن الله تعالى. دعمونا اكثر واكثر. المحتوى ديالنا احنا غير من اجل الخير اللي كنعنوا به الخير بالضبط، ودائما كنقول اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر. اذا اخواني اخواتي، شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء ايها الاخوه والاخوات.